لو انت بتقضي ساعات كتيره قدام الكمبيوتر اكتر من اللي بتقضيها مع اهلك، كونتنت كريتور، مبرمج، او الناس بتوع جداول الاكسل، كلهم ليهم كينج واحد بس في عالم الاكسسوارز، وهو الماوس ده لوجيتك ام اكس ماستر 3 اس ذا ماستر سيريز باي لوجيتك. ما اعرفش بتكلم كده بس يعني هو حاجه جامده قوي. Here we go again. الماوس ده مشهور بلقب ملك الانتاجيه، والنهارده بعد تجربه مكثفه جاي اقول لك هل يستاهل الاستثمار فيه وتدفع فيه مبلغ كبير، ولا الماوس الجيمنج الغلبان اللي بينور ده يقضي الغرض. عايز بقى لايك وسبسكرايبك الجميل وتعالى اقول لك. تعالوا الاول نفتح العلبه سوا. لوجيتك هنا بتدي لك تجربه فتح علبه ممتازه، والعلبه لونها اسود وشيك ومعموله من مواد معاد تدويرها، معنى كده ان هم ناس صديقه للبيئه. مكتوب هنا ام اكس ماستر 3 اس ذا ماستر سيريز باي لوجيتك. مكتوب بقى طبعا هنا برفورمانس وايرلس شويه كلام جميل. هنا معمول هو منه هو شخصيا 27% منه ريسايكلد بلاستيك. الحفاظ على البيئه يا شباب، الحفاظ على البيئه. ماوس من عند هاردوير ماركت. اول حاجه نبدا نفتح ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل نسحب؟ بيتسحب. اوكي توقعت صح. خلي العلبه دي على جنب، نشيلها على جنب مش نرميها على جنب. بسم الله. الله 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 الله، ايه الحلاوه والشياكه ده. وادي الدونجل او الفلاشه الصغيره دي اللي هي دي بالعلامه اللي عليها دي. الفلاشه دي ده الريسيفر اللي هو اسمه ايه؟ لوجي بلوت ريسيفر. ده جيل جديد من الفلاشات بتاعتهم، بتدي امان عالي جدا واستجابه اسرع وما بيشوشرش على الواي فاي. اهو الكابل اهو. ده الكابل ومعاه الكتيبات. وده ايه؟ انا عايز اعرف ده ايه يعني. ايه المثلث ده ايه المثلث ده؟ طبعا الماوس ده اهو بص مكتوب اهو. الماوس ده بيشتغل بلوتوث وكمان بيشتغل باللوجي بلوت ريسيفر. اول حاجه هتلاحظها لما تمسك الماوس التصميم. الماوس مش معمول بشكل عشوائي، ده متفصل بالملي على شكل ايد وهي في وضع الراحه. بص معايا كده، اول ما همسك هتلاقي ايدك على طول راحت على وضع الراحه. يعني انت لو ما تسيب الماوس تحط ايدك كده هتلاقيها واخده نفس الشكل، فانت كده هتروح ماسك الماوس بكل راحه واريحيه. اظن مفيش احلى من كده. وكمان في المسند المريح لصباع الابهام ده، والوزن بتاعه تقيل حوالي 141 جرام، عكس الماوسات الجيمنج اللي هي بتكون خفيفه. لو انت زيه بيجي لك الام في رسغ الايد بعد 3 أو 4 ساعات من الشغل، فالماوس ده معمول عشان يحل لك الازمه ديت ويدي ده بالجزمه. تعالوا نتكلم بقى عن الاسلحه السريه اللي موجوده. اول حاجه بكره الماجس بي دي ذكيه، اللي هي دي. البكره دي حديد وبتشتغل بنظام مغناطيسي. لو حبيت تشتغل عليها بالراحه هتلاقيها بتلف معاك واحده. لكن حبيت ان انت فاتح كود حوالي 1000 سطر، اكيد مش هتعمل واحده. ممكن ان انت تعمل كده وتلاقيها هي بتجري لوحدها وبتقف بعد 1000 سطر في الثانيه الواحده، وده رقم خرافي جدا. وانت شايف دي اهي ثابته، اهي بتعمل ايه؟ ثابت. لكن لو دوست على الزرار ده تعمل كده تلاقيها بتجري. بص كده، بص مفيش التكه اللي كانت موجوده. تعمل كده ثبتت اهي تاني. تعمل كده برضو هتلاقيها بتجري، بس فيها برضو ايه؟ بتمسك نفسها. بص. لكن لو جيت عملت كده هي مش ماسكه نفسها. بص بتلعب اهي، بتلعب على طول. لكن اول ما تدوس تلاقيها ثبتت. شفت الثابته يا ول؟ بعد كده ابرز حاجه تانية موجوده وهي البكره الجانبيه. ايه البكره الجانبيه دي بقى للناس بتوع المونتاج زي بريمير زي دافنشي. بعد كده اهم حاجه الكوايت كليكس. نيجي نقرب كده، هتسمع حاجه؟ انا اظن صوت المروحه اعلى من صوت الكليكس بتاعته، فده شيء عبقري جدا. انا بقى خليك بقى كده على جنب، خليك جنب مني كده، بص لهم. لو انت شغال بالليل، لو انت شغال جنب حد نايم، لو شغال في مكتب هادي ومش عايز تزعج نفسك بصوت الكليكس دي، فانت عشان ما تتعبش نفسك وتبقى شغال في هدوء رائع، يبقى الماوس ده معمول عشانك. السوفت وير بقى ده حته ثانيه خالص. شوف، عشان النهارده ما معيش الكاميرا الثانيه، فانا عمال ابدل ما بين الكاميرات وبشتغل بنفس التليفون، فمعلش يعني مش هيطلع احسن حاجه. كان نفسي يطلع احسن حاجه والله العظيم. المهم الماوس ده هاردوير قوي جدا، لكن ايه اللي بيخليه اقوى من كده؟ هو الهاردوير بتاعه اللي بيخليه سوبر هيرو. عندنا برنامج لوجي اوبشن بلس. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ لا طبعا، عشان ما حدش فينا بيشتري ماوسات لوجيتك. هشيل الماوس بتاعي، احط الماوس الثاني، وصلنا. الله لا 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 الله لا 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 لا. اول حاجه هندوس على اون. لقط. الله لقط. لقط. يا نهار ابيض، عمل نور اخضر هنا والله. استنى، عمل نور اخضر هنا بس انا شفتوش. ايه بالراحه. بيقول لك ده محتاج ان احنا نرستارت الجهاز. لا، انستول. عايز اوريه لكم والله، جامد قوي والله العظيم. مريح جدا يعني. مش متخيلينه مريح قد ايه. تعالوا نتكلم وش لوش ونعيد الكلام ده تاني بسرعه جدا. حساسيه الماوس بتبدا من 200 دي بي اي لغايه 8000 دي بي اي، وتقدر تتحكم فيها وتزودها بمقدار 50 دي بي اي من السوفت وير. قابله للتخصيص. عنده 7 ازرار قابله للتخصيص بالكامل. يعني انا هقعد اقرا بقى عشان انا مش حافظهم. كليك يمين وكليك شمال، زر التنقل للخلف والامام اللي هم في الجناب دول، اللي هم دول.
زر تبديل سرعه البكره، زر الابهام السفلي، وضغطه البكره الاساسيه. بجد هم مكتوبين كده قدامي بالترجمه. هنا زرار وهنا زرار وهنا زرار وهنا زرار، وفي من الجنب هنا زرار، هنا في زرار، هنا في زرار ولا مفيش؟ وفي كمان هنا في الابهام ده مكان ما بتريح ايدك هنا كمان في زرار، يعني تدوس كده هنا في زرار، وده قابل للتخصيص طبعا. بكره كهرومغناطيسيه اللي هي الميجا ديت. البكره الجانبيه عند اضافه اسبع التصفح الافقي والتناقم بين التايم لاين والكلام ده. اتصال بتدعم التوصيل بلوتوث لو انرجي خلال فلاشه الحمايه الجديده لوجي بلوت يو اس بي ريسيفر، ولا يدعم فلاشات يونيفاينج القديمه عشان الفلاشه دي مختلفه غير الفلاشه اللي كانت لوجيتك شغاله بيها قبل كده. ايه تاني؟ ايزي سويتش اللي هو ده اهو، مش شرط تدوس عليها عشان تنقلك. انت لو هم الثلاث اجهزه على نفس الثلاث اجهزه على نفس الواي فاي، انت حرفيا لما تحطهم جنب بعض هو الماوس هينقل نفسه من الجهاز ده للجهاز ده، يعني مش من الشاشه دي للشاشه دي. طبعا دي حاجه عاديه اللي هي من الشاشه دي للشاشه دي، لكن مثلا انا عندي دلوقتي لابتوب ويندوز وعندي ماك بوك هنا، اقدر بنفس الماوس اعمل كده يروح داخل على الماك بوك على طول من غير ما انا احط اي حاجه في ايدي، يعني فاهمين؟ وفي نفس الحركه اللي هو بيعملها لما يجي يتنقل من الويندوز للماك، لو انا باخد كوبي من هنا ومن الويندوز وبحطه في الماك هياخد كوبي بيست، فاهمين؟ يعني هو مش محتاج تعمل لينك ما بين الاجهزه، هو الماوس نفسه بيعمل لينك ما بين الاجهزه. البطاريه، وده شيء مهم جدا، بطاريته 500 ملي امبير، بمعنى ان هي بتدوم بالشحنه الكامله لمده 70 يوم، وتدعم الشحن السريع من التايب سي اللي هو هنا اهو البوز ده. تتوافق مع انظمه تشغيل كروم او اس، لينكس، اي او اس، ايباد او اس، ماك او اس، ويندوز واندرويد. عندنا اهو الماوس مشحون 50% اللي متوصل باللوجي بلوت يو اس بي اي ريسيفر. بنعمله ازاي بقى؟ خد يلا، سيتا بيور ام اكس ماستر 3 اس. خش على اللي بعده. اول حاجه بوينتر سبيد، اكستند سنسور رينج تو 8K دي بي اي، ده اوبشن. هو معمول دلوقتي 1000 دي بي اي كده 8000. احي بيطير والله بيطير. اثبت، ثواني ممكن نرجعها 50% تاني. 50 بس. هو كده جميل، انا مبسوط كده والله العظيم. بعد كده السكرول ويل مود شيفت توب بوتوم. لو عملت كده بقت ده الله، استنى، لما تدوس على الزرار ده بتبقى تكه، يعني تكه كده. شايفين صباعي؟ ثواني، شايفين صباعي؟ تكه، بيعمل تكه 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 كده، تجري بقى. هي حرفيا خفيف بقى خالص، خفيف جدا. نيكست، عندنا الويل اللي في الجنب هوريزونتال سكرول، يعني كده هوريزونتال كده ولا كده، فيرتيكال كده، هوريزونتال كده، هوريزونتال سكرول كده، زوم ان وزوم اوت، فوليوم اب وفوليوم داون. يعني لو عملت كده هاجي اعمل عليها كده تعلي الصوت اهو وتوطيه. ايه المهرجان اللي شغال ده؟ بس على العموم ملناش دعوه، زي ما هو هوريزونتال. اللي بعده الستيب باك، ملناش دعوه. ستيب فورورد اللي هي الزراير اللي في الجنب اللي انا قلت لك عليها اهي. اللي بعده عندنا بعد كده من تحت بيقول لك ايزي سويتش، بيشرح نفس الكلام اللي انا شرحته. pair your mouse 3 device between them, press easy switch TM bottom, use 3 مش عارف ايه for your laptop desktop or tablet. دلوقتي عندنا الزرار اللي قلت لك عليه بتاع صباعك الابهام. ممكن اعمل كده. ايه ده؟ ايه ممكن اعمل كده؟ يعني انا ادوس عليه واتحرك؟ لو عملت كده اعمل نيو ديسكتوب، اعمل كده، يعمل كده، ثانيه واحده كده كده، غير عمل سويتش ما بين الديسكتوب ده والديسكتوب ده. اعمل كده تاني، اعمل كده تاني. تكنولوجيا. اللي بعده كل الكلام اللي هو قاله لك، سيت اب اب كستمايزيشن مش عارف ايه. ارزع كوتنهو يو ار مش عارف ايه ريستارت. هيرستارت الجهاز ولا هيرستارت ايه؟ خش على بعض. الحمد لله، عشان خفت اللحظه دي ريستارت الجهاز كله وانا بصور. ده السكرول ده السبيد بتاعه معمول 50%، وانا ممكن اغيره. ممكن اغيره، ممكن يبقى معكوس. لا اللوجيتك دولت عاملين عمايل بصراحه جامده قوي، جامده جدا. الفلو هو، بس انا ما عنديش جهاز تاني. عندي جهاز تاني ولا ما عنديش جهاز تاني، فللاسف مش عارف اوريها لكم. الايزي سويتش مفيش اي جهاز عندنا معمول له بيرد، فبالتالي ما عندناش حاجه تانية. بس هو ده الماوس. استنى في اوبشن. استنى، انا فهمت الاوبشن ده. انا اقدر اكستمايز حاجه معينه للويب المعين. يا نهار ابيض، ده لوجيتك طلعوا جامدين جدا.
اتمنى يعملوا معايا تعاون قريب جدا ان شاء الله. في حد هنا بقى هيجي يقول لي يعني انت عمال تمدح فيه كده، يعني هو ملوش عيوب؟ لا طبعا في حاجه لازم تاخد بالك منها. اولا الجيمنج، الماوس ده للاسف فاشل في الالعاب السريعه، يعني ريمبو 6، فالورانت، سي اس جو، يعني اللي هي العاب الشوتر باختصار. يعني كل ده عشان خاطر البولينج ريت بتاعه 125 هرتز تقريبا، ان شاء الله يكون صح. يعني الاستجابه بتاعته بطيئه مقارنه بماوس الجيمنج. يعني هو مش بطيء، بس هو مقارنه بماوس الجيمنج ممكن يوصل ل 1000 هرتز. بالنسبه له بطيء، لكن هو فعليا مش بطيء. كمان الماوس تقيل وصعب تعمل بيه حركات سريعه جوه العاب الشوتر، عشان هو مصمم لان انت تبقى قاعد مرتاح ومالك حاجه بايديك دافع فيها فلوس كتير. ثانيا التصميم، الماوس ده مصمم حصريا للناس اللي بتستخدم ايديها اليمين. لو انت اعصر او اشول تشتغل بايدك الشمال، الماوس ده مش ليك خالص. ثالثا السعر بتاعه يعتبر استثمار كبير، ومش اي حد مستعد يدفع المبلغ ده في ماوس يتصفح بيه. يعني الخلاص، اللوجيتك ام اكس ماستر 3 اس مش مجرد ماوس، ده اداة انتاجية، برودكتيفيتي تول. تمام يا رب. يخرب بيت الانجليزي. لو انت شغلك هو كمبيوترك وبتكسب منه ماني، الماوس ده هيوفر وقتك ويريح ايدك وهيخلي انتاجيتك اسرع بكتير، فبالتالي يستاهل كل جنيه انت دفعته كاستثمار في شغلك. وقول لي في التعليقات، هل انتوا شايفين ان الماوس بالسعر ده يستاهل، ولا دي رفاهيه زياده عن اللزوم؟ متنساش اللايك والاشتراك عشان تشوفوا المراجعات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.